وانت قاعد كده في بيتك في امان الله ممكن تلاقي ايه فلوسك اللي في البنك انت خسرتها. تقول لي ايه ده خسرت فلوسي اللي في البنك؟ اقول لك ممكن. يعني انت لو فلوسك قليله هتخسرها كلها، لو في عندك ما شاء الله مبلغ كبير لا هتخسر جزء منه كبير. هتقول لي ازاي؟ طيب هقول لك ببساطه شديده جدا. في ناس كان بيجي لها رساله كده بالليل، الرسالة دي: لقد تم إيقاف جميع معاملاتك البنكية لحين التحديث برجاء الاتصال. الرسالة زي ما موجودة كده على الشاشة هنا كده بتقول لك إيه، زي يعني هي جات لي كده بالظبط. الرسالة دي ضيعت فلوس من ناس كتير جدا جدا، كبير وصغير، ناس شغالة في بنوك وناس عادية، كله. طب إيه تفاصيل القصة وإزاي نحمي نفسنا من الموضوع دوت؟ ده اللي إحنا هنشوف مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال في القناه اللي تخص البنوك. استاذنك تعمل اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس علشان يجيلك كل جديد، لان كل فيديو بنعمله مهم. وما تنساش تدعمنا بلايك على الفيديو. طيب الرساله دي جات لي. الرساله دي لما بتيجي لاي حد منهم، انا يعني نشوف يعني بقدم محتوى في البنوك اهو، كنت شغال لمده كبيره في البنوك. في الاخر الرساله دي اول ما بتشوفها كده قلبك بيتقبض، يعني قلبك بيخاف. اول حاجه ايه ده؟ كل معاملاتي، طب انا هسحب فلوسي ازاي؟ الكلام ده دماغك بتجيب 100 سؤال. لو واحد مش واعي ومتصل بسرعه بالرقم ده يشوف ايه اللي حصل. لو واحد واعي يعني، او واحد يعني فاهم الدنيا ماشيه ازاي شويه، او شاف مشكله لناس، عشان كده انا جاي انقل لكم الحلقه دي. لو واحد بيبقى يعني عنده خبره شويه ممكن لا يشوف الرساله دي جايه منين. اول حاجه الرساله دي جايه من رقم غريب زي ما احنا شفنا كده من شويه على الشاشه. الرساله دي جايه لي من رقم 012 كذا 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 كذا. مفيش بنك بيبعت لك رساله من رقم تليفون موبايل او رقم ارضي او كده، لا. بتلاقي اسم رساله بنك مصر مثلا، بنك الاهلي، الكلام ده، فودافون، الكلام ده كله. ليه؟ لان هو بيبعتها لسيستم، بيبعت يعني في سيستم كده بيبقى متفق مع الشركات دي واخده من الشركات الاتصالات ان هي تقدر تبعت الرسائل بلقات دي، رسائل بكميه كبيره برقم قليل. طيب انت عشان تعمل اتفاقيه مع الشركه دي عامه، اللي هي الشركه اللي هي الوسيط ما بينك وبين شركه الاتصالات، الشركه دي بتقول لك انت النهارده الرساله اللي انت هتبعتها انت عايز تبقى تتبعت عن طريق ايه، او تتبعت باسم ايه. فانت بتسمي مثلا بنك مصر، بنك الاهلي، الكلام ده كله. فاللي بيحصل ان هو انت لما بتيجي رساله بتتبعت لك بتتبعت تحت اسم، وكمان ما ينفعش تتصل بالرقم اللي جاي منه الرساله، لان اصلا انت مش هتعرف تشوفه يعني. فدي ده فكره الرساله اللي بتجيلك. انما لما بتجيلك من رقم عادي لا، ما انت ينفع تتصل بيه، فده كده مش البنك. فده كده اول حاجه. الحاجه الثانيه، لما بتجيلي رساله من البنك انا بشوف مثلا الثريد بتاعه، بشوف هل ده يعني انا بعمل معاملات بالكارت. مثلا لو دخلت على حسابي في البنك بيجيلي رساله ان انت دخلت على حسابك. فهل ده بنفس يعني ماشي في نفس الرسائل او مجموعه الرسائل اللي بتجيلي، ولا هي جايه لي منفصله؟ الرساله دي كانت جايه لي منفصله، فطبعا اقلق طبعا. ليه الرساله تجيلي منفصله؟ ما المفروض لو حاجه جايه من البنك هتجيلي في نفس نفس التتابع اللي ماشي بيه الرسائل اللي فاتت، اللي هي فيها معاملات الكارت، اللي هي فيها لو انا سحبت، اللي لو عملت ايداع، فيها كل حاجه. فدي تاني حاجه عشان خاطر تاخد بالك من الرساله. طب النهارده لو واحد انت اتصلت بيه، ايه اللي بيحصل؟ دي بتبقى شويه عصابه. الناس دي انت بتتصل بيها، الناس دي بعد ما بتتصل بيها بيقول لك طب انا خلاص ممكن احدث لك الحساب، بس انا دلوقتي بس هبعت لك كود عشان اتاكد ان انت فعلا صاحب الحساب. هبعت لك كود على موبايل. الكود ده اسمه OTP، وان تايم باسورد، رقم سري لمره واحده. ايه ده بقى؟ النهارده هو بيبقى بيعمل عمليه شراء على النت. العمليه الشراء دي ده بيبقى هو شاري منتجات. فبيحصل ان هو بيقوم مدخل رقم الكارت بتاعك. هو بقى بيجي يقوم طالب منك رقم الكارت، يقول لك اديني بقى 16 رقم دول كده عشان اتاكد بس ان ده الحساب بتاعك. هتديهوله، هتملهوله، ما هو الكارت معاك. يقول لك طب اديني بقى كمان الثلاث ارقام اللي في ظهر الكارت، اللي هو CVV. ده مهمه جدا. CVV دي يعني وحشه يعني دي اهم رقم في الكارت. تقوم انت لافف الكارت كده 3 ارقام كذا. هيقول لك طيب جالك رساله دلوقتي، ممكن بس تقول لي الرقم اللي في الرساله؟ تقوم انت قايل له الرقم اهو. فيقول لك طب خلاص حضرتك احنا حدثنا حسابه، كل سنه طب مقفل التليفون، تلاقي نفسك مره واحده رقم كبير متاخد منك. اللي بيبعته لك ده اسمه وان تايم باسورد، اللي هي OTP، او رقم سري لمره واحده. ايه الفكره بقى؟ ان هو دلوقتي لما بيجي يعمل معامله على الكارت او هيسحب منه فلوس او اي حاجه، بيبعت لك البنك بيبعت لك رساله يقول لك ان انت دلوقتي هتعمل المعامله دي. فانت بتقول له فانت بتدي كود التاكيد اللي جالك من البنك. فالكود ده بيبقى سري، ما بيجيش غير لرقم موبايل مسجل. فايه اللي بيحصل بعد ما تيجي لك الرساله دي وبتدي له الرقم؟ خلاص هو بيسحب الفلوس. وكل سنه وانت طيب الفلوس دي بتبقى ضاعت عليك. هتقول لي ضاعت عليا، ما ينفعش البنك يرجعها لي. ما هو انت اللي بارادتك، انت اللي اديت له الرقم السري.
هو البنك ملوش دخل في حاجه. انت النهارده حد كلمك او اكنك زي انت اديت كارتك لحد وقلت له الرقم السري بتاعه هو روح يسحب. طب هو راح سحب، ايه اللي بيحصل؟ هتيجي تقول لي البنك ضحك عليا. طب البنك ماله؟ هو البنك مديك كارت وقال لك انت المسؤول عن الرقم السري اللي هو بتاعه. فدي نفس القصه. انت النهارده لما حد بيكلمك بالتليفون يبعت لك وان تايم باسورد اكنك اديته الكارت بتاعك واديته الرقم اللي في ظهر الكارت. طيب انا عايز اعرفك حاجه، موظف البنك لو كلمك مش هيطلب منك اي بيانات خالص، ولا هيطلب منك او تي بي، ولا يطلب منك اي حاجه خالص. ليه؟ كل البيانات عنده. طبعا مش عنده سي في في، مش بيبان على السيستم، مش بيبان عنده الاو تي بي ولا الكلام ده كله، بس هو مش هيطلب منك اي بيانات خالص لان البيانات عنده على السيستم. فمش هيطلب منك رقم كارت ولا كده. انا مثلا قدامي السيستم فيه بيانات العميل، فيه اقدر اطلع كشف حساب العميل، فيه كل حاجه. طب انا النهارده لو انا عندي كل البيانات، لما كنت اكلم عميل مش بطلب منه بيانات، انا عارف كل بياناته، اطلب منه بيانات ليه؟ ثانيا انا اصلا مكلمه على التليفون المسجل على البنك، فانا النهارده وانا اللي مكلمه خلاص اكيد مش هطلب منه بيانات. انما انت لما بتكلم خدمه العملاء اكيد يطلب منك بيانات لانه عايز يتاكد ان انت فعلا صاحب الحساب. فالمقصد هنا من الفيديو ان انت ما تديش ولا رقم الكارت بتاعك لحد، ولا رقم سري، ولا اي بيانات تخص الحساب. الموضوع ده الاو تي بي ده مهم جدا، بيحصل بيه عمليات نصب كتير جدا جدا جدا، مش بس في كروت البنك، في اللي هي شركات التمويل الاستهلاكي، الشركات اللي هي زي فاليو، امان، فرصه، سهوله. النهارده بتلاقي واحد مثلا عمل معامله وبعد كده يوم مكلمك في التليفون يوم يقول لك ايه، اديني بقى الرقم حضرتك اللي جالك عشان اتاكد ان حضرتك فعلا صاحب الحساب. فتقوم انت مديله الرقم اللي هو الاربع ارقام، بعد ما تديله الرقم تلاقي مره واحده ايه بقى عليك فلوس. والموضوع ده بيجي يعني مثلا شركه من شركات التمويل الاستهلاكي هيبعت لعميلنا العزيز حفاظا على سريه بياناتك وامان حساب كذا الخاص بك، لا تقم بمشاركه بيانات حسابك السريه مثل كلمه المرور او كلمه المرور للمره الواحده لاو تي بي وان تايم باسورد، ونود اعلامك ان شركه كذا لن تقوم بطلب مثل هذه البيانات منك لتنفيذ اي طلب. يعني الناس كلها اهي بتبعت لك كل شويه ان هي مش هتبعت لك اي بيانات ولا تطلب منك بيانات عشان خاطر تنفذ لك اي طلب. فاللي بيطلب منك بيانات ده اللي بيحاول يضحك عليك. للاسف الناس الكبيره بيضحك عليها. زي ما قلت لك موظف في بنك ممكن يضحك عليه عادي، فمش شرط ان حد معصوم من كده. انا بحاول او هدفي ان انا اعمل الفيديو ده عشان بحاول اوعيك ايه اللي بيحصل. بحاول اقول لك ان انا هو كموظف بنك انا شايف كل بيانات، انا مش محتاج بيانات منك، انا عارف كل بياناتك، هحتاج بيانات منك ليه؟ هتيجي تقول لي ايه ده انت ممكن تبعتها بقى لحد، اقول لك لا، ما هو انا ماضي على سريه بيانات. انا لو انا بعت بيانات بتاعت حضرتك دي لحد، اولا بيعرفوا منين؟ بيعرفوا ان سيستم الاي تي بيعرف مين اللي دخل على بيانات الشخص. يعني انت لما بتبلغ مثلا ان في مشكله، ان انا اتضحك عليا فلوسي اتسرقت، البنك بيعمل تحقيق، بيعرف ان انا اللي فتحت حسابك الساعه كذا في الوقت الفلاني، بيبتدي يعمل معايا تحقيق، بيبتدي بقى يدخلني في نيابه اموال عامه وقصه وفيها سجن. فالموضوع مش زي ما انت متخيل ان هو سهل. فارجوك ما تديش بياناتك لحد. لو انت عندك تجربه حصلت معاك للاسف يا ريت تشاركها معانا في التعليقات عشان خاطر الناس بتتفرج علينا تتعلم او تشوف ايه طرق النصب اللي حصلت معاها. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده، ولو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، ولازم تعملوا شير مع اصحابك عشان خاطر ما حدش يحصل له اي عمليه نصب. واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.